تخلي الطفل يعمل الواجب معركة كل يوم اللي فيها بتستعمل الأسلحة المختلفة والأصوات بتطلع لنص الشارع. لكن على الرغم من ان المهم ان الوالدين يكون ليهم دور في ان الطفل يخلص واجبه، لكن من المهم برضو اننا ما نجبرش الطفل انه يعمله، ففي فرق كبير بين الاجبار والتشجيع. طيب نتصرف ازاي؟ 1. شوفي ايه اللي مخليه مش عايز يعمل الواجب. الطفل ممكن يكون مش عايز يعمل الواجب لأسباب كتير، حاولي تعرفي السبب الأساسي وده هيخليه يتغلب على المشكلة اللي بتمنعه من عمل الواجب. من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون السبب انه مش فاهم الحاجة كويس، أو إن الواجب ممل بالنسبة لقدراته، أو طريقة التعلم مش مناسبة ليه، وممكن يكون عنده قلق من المدرسة أو تقدير ذات قليل. 2. سهلي وقت الواجب. علشان نخلي وقت الواجب ماشي مظبوط لازم تجهزي كل حاجة تساعده على حل الواجب، يعني تقعدوا في مكان هادي مفيش فيه أي حاجة تشتته زي التلفزيون أو إخواته بيلعبوا أو أي حاجة تخليه يتشتت وما يبقاش قاعد على بعضه. وعلشان عارفين طبعا إن الجوع ما بيجيش غير وقت المذاكرة، جهزي كام سندوتش كده تسدي حجته بيهم وهو بيحل الواجب، وخلي برضو المية موجودة احتياطي لحسن هيبقى مش قادر يركز من العطش. آخر حاجة الأقلام والأستيكة وأي حاجة تانية ممكن يحتاجها في حل الواجب تكون جاهزة وعلى سنجة 10 علشان ما يقعدش يضيع الوقت في التدوير عليهم. 3. اعملي جدول مناسب لحل الواجب. الأطفال بيعملوا كويس مع النظام، فلو عملتي جدول مناسب لحل الواجب ده هيساعد ابنك إنه يمشي مظبوط. فاقعدي مع ابنك واعملوا جدول لحل الواجب كل يوم، وانه يقعد معاكي في عمل الواجب ده هيخليه متفاعل اكتر. والجدول ده لازم يكون متحدد فيه امتى هنبتدي نعمل الواجب كل يوم، وقد ايه الوقت اللي هنقعد نعمل فيه الواجب، وامتى هناخد بريك، وايه الواجبات اللي هتتعمل الاول. 4. اعملي مكافآت. حددي مكافآت لعمل الواجب علشان تخليه دايما مستني المكافأة اللي هياخدها، ونوع المكافأة بيختلف على حسب الحاجات اللي بيحبها، سواء حاجات حلوة أو الفرجة على التلفزيون أو اللعب من الموبايل. 5. تقليل التوتر مهم. لو الطفل حاسس بالقلق وده مخليه مش عارف يحل الواجب، حاولي تقللي القلق عنده، وممكن نعمل أي نشاط يقلل من القلق زي التمشية أو سماع الموسيقى أو التلوين. 6. ركزي على التعلم مش الأداء. بدل ما نركز على الدرجات اللي بياخدها الولد في الامتحانات الشهرية أو على حل الواجب، ركزي على المراحل بتاعة التعلم سواء الكبيرة أو الصغيرة. يعني لما ينجح الطفل في حل مسألة رياضية صعبة، أو لما يكتب موضوع تعبير كويس، فلما نحول التركيز على التعلم هنلاقي متعة في الإنجاز، وده هيساعد على إنه يكون عنده دافع. 7. اشرك الطفل في تحديد الأهداف الصغيرة. شجعي الطفل على إنه يحط أهداف دراسية صغيرة وقبل التحقيق بناء على إيه اللي هيتعمل، لأن تحديد الأهداف بيخلي عند الطفل توجيهات واضحة للي لازم يعمله، وبيعزز الثقة عنده لما نحقق الأهداف دي. وأمثلة للأهداف دي قراية فقرة من موضوع القراية أو حل 5 مسائل. 8. مفيش طريقة واحدة بتنفع مع الكل، فكل طالب ليه طريقة مختلفة للتعلم، فلو كان الطفل بيدرس بطريقة مش ماشية معاه هيحس بالإحباط، لأن استيعاب المادة الدراسية بالنسبة له هيكون صعب. فالأحسن إنك تجربي أساليب دراسية مختلفة علشان تعرفي إيه هو الأفضل للطفل. 9. خلي فيه فترات راحة مناسبة. على الرغم من إنه حاجة مغرية جدا إنك تخلي الطفل يخلص الواجب بتاعه مرة واحدة، لكن المخ بيفقد التركيز من غير فترات راحة، خصوصا للأطفال الصغيرين. علشان كده لازم نقسم أوقات المذاكرة لفترات علشان نحافظ على عقله صاحي ومتفاعل. 10. الرياضة مهمة. على الرغم من إن الناس بيفتكروا إن ممارسة الرياضة تضييع الوقت أيام الدراسة، لكن الطاقة المكبوتة بتسبب الإحباط وتخلي الدراسة صعبة، والتمارين الرياضية المنتظمة بتساعد على تحسين الصحة العامة وتقلل التوتر، وده هيخلي عمل الواجب أسهل. اتأكدي من إن الطفل عمل شوية رياضة كل يوم، حتى لو مجرد المشي حوالين العمارة شوية أثناء فترة الراحة، فدي طريقة كويسة علشان تخلي الدم يوصل للمخ ويساعد على تجنيب الإحباط والإرهاق. 11. شوفي مساعدة لو الطفل عنده مشكلة في الواجب. خلي في تواصل مع الطفل وقدمي الدعم ليه وقت الحاجة، وده بيتضمن إنك تكلمي مع المدرسين أو إنك تسمعي للطفل لما يحس بالإرهاق، فإنه يعرف إنك واقفة جنبه هيساعده إنه يكون عنده ثقة علشان يحل أي مشاكل. استنونا في فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.